لو فاكر ان فلوس صناع المحتوى بتيجي من الفيديوهات اللي بينشروها على اي منصة او حتى من الاعلانات، تبقى غلطان. اعمل لايك وفولو وتعالى اقول لك السر اللي صناع المحتوى مخبينه عنك. الفلوس اللي بتشوفها عند صناع المحتوى مش جايه من المنصات او حتى من الاعلانات، وهنا انا بتكلم على فئه معينه من صناع المحتوى، واللي بمعنى اصح بيخلقوا لنفسهم مصدر دخل اكتر من الاعلانات ومن المشاهدات اللي بيجيبوها على الفيديوهات. الفيديوهات ممكن تجيب شويه فلوس بس مش اللي في خيالك، والسبونسرز حلوين بس مش مضمونين، واحيانا ممكن يكونوا نصابين زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، لازم تشوفها بعد الفيديو ده. وحتى لو مش نصابين فالنهارده عندك اعلان، بكره ما عندكش، ممكن بعده عندك، شهر ما عندكش. المعلنين مش تحت سيطرتك، لكن المكسب الحقيقي بيبدأ لما تبطل تفكر كمؤثر بس جاست انفلونسر، وتبدأ تفكر كصاحب بيزنس بيستخدم المحتوى ده كتسويق. دي الفلوس اللي بجد اللي صناع المحتوى الكبار بيعتمدوا عليها. الناس مش هتشتري منك لانك بس مشهور، هتشتري لانك قدمت قيمه حقيقيه وخليت الناس تثق فيك وتشوف انك فعلا شخص بتفهم. ابني جمهور بيصدقك وفاهم القيمه اللي انت بتقدمها له، وقدم في كل فيديو معلومه او فكره حتى لو بسيطه تغير في حياه الناس. ساعتها لما تقدم منتج او خدمه هيشتروها منك وبثقه لانك فعلا ساعدتهم وبشكل مجاني. طبعا لغه الفلوس وحشه ومش كل حاجه فلوس، بس انا عايزك تبقى فاهم علشان ما تضيعش عمرك في فكره انك عايز تبقى صانع محتوى علشان متخيل شكل معين او كميه معينه من الفلوس، وتفضل تنزل في فيديوهات على الامل ده وفي الاخر تتصدم.